كما تقدر العلاقة مع الآخرين وتمنحها أهمية كبيرة. هذه أهمية الاعتذار. القصة اللي معنا اليوم من مصر، خلاف بين اختين، خلاف صار عمره تقريبا 8 سنوات ما بيحكوا مع بعض. طبعا الخلاف على مادي، رح نشوف كل تفاصيل هذه القصة، ولكن نستقبل أولا صاحبة الدعوة صالحة حسن. يا أهلا. أهلا ست صالحة، تفضلي. أهلا وسهلا فيكي. مالك مترددة وهيك شايفك كأنك مش عايزة تخشي بقى؟ ليه؟ لا والله ترجعي؟ أنا كتير بتصل بيك لا بس حابة ترجعي يعني، مش حابة تكملي الحلقة؟ لا لا كمل. ليه؟ بس شايفك خايفة؟ لا لا أنا. صالحة هي وأختها كانوا على علاقة ممتازة قبل ما تتوفى الوالدة. توفت الوالدة من 8 سنوات، زعلوا مع بعض، صار في خناقة، وإلهم 8 سنوات لا بيحكوا مع بعض ولا شافوا بعض. السبب إنه صالحة كانت عايشة مع والدتها قبل ما تتوفى، والوالدة كان عندها مجوهرات وكان عندها يمكن مش عارف أغراض. بقى لما توفت الوالدة باعتبارها هي ساكنة مع والدتها أخذت كل الأغراض وأخذت المجوهرات. مين زعل؟ زعل أختها، زعلت سماح، لأنه سماح معتبرة أنه هي كمان كان لها يد في مساعدة الوالدة، كانت تعينها بالمال وتعين أختها صالحة، وكتير أخذ على خاطرها وزعلت من هذا الموضوع وقاطعت أختها، وإلهم 8 سنوات ما بيحكوا مع بعض. صالحة شو صار بالمجوهرات؟ ما فيش، هي كانت سايبة ذهب في حدود 50,000 كده، وبعدين هي أساسا ذهب بحدود 50,000. فطبعا يعني هي كانت مريضة، كانت قعدت 8 سنين مريضة. طيب فالمفروض ان انا كنت بصرف وبعمل وببيع سماح وكده. كانت تساعدك بالمصروف؟ لا ما كانش في حد بيساعد. ما كانش كان ساعد. من حاجتها حالها انه هي كمان برضه كانت تعين، ومثل ما انت بيطلع لك حق بهالاغراض هي ايضا. طب ماشي، يعني ما هي ما أمها. ادتنيش فرصه ان انا يعني اديها او كده. رحت مره كنت ببيع صيغه برضو من بتاعت امي للمصاريف برضو، ان كان العلاج جامد. نعم. يعني هي كانت قاعده في الفراش على طول يعني. نعم. مش نعم. نعم. بعد ما بعتهم بصيت لقيت سماح بتفك الرهنيه، يعني الفلوس بتاعتها. فده موقف افتكره لها يعني. بس مش من حقها ان هي تزعل الزعل الكبير ده لمده 8 سنين يعني. طيب حاولتي بها8 سنين انك توضحي حاولت للموقف؟ حاولت كتير. شو عملتي مثلا؟ يعني بعت لها ناس، اكلم في التليفون تقفل السكه، مش عارف يعني. عملت حاجات كتير. شو وضعكم حضرتك واختك؟ متزوجين؟ حضرتك متزوجه؟ وعندك عيال وعندك زوجك؟ أيوة عندي وعندك بسمة. حياتك؟ شو عندك اولاد؟ عندي بسمة بنت؟ بس وحيده؟ اها. وعايشه مع زوجك وبنتك ولا كيف وضعك؟ طيب واختك سماح؟ عايشه برضه مع جوزها واولادها. لما الوالده كانت مريضه كانت سماح متزوجه وعايشه مع زوجها؟ ايوه. وشو عندها اولاد؟ عندها 3 اولاد. طيب هلا جيتي انت عشان تقولي ايه لسماح، بدنا نعرف شو رح تقولي لها. يعني انا قصدت المشوار، يعني الموضوع بتاعك انت، عشان اني ممكن لاني بتفرج على البرنامج ده على طول. نعم. يمكن يكون في صلح. يمكن. مش متأكدة يعني محاولة هي. لا انا بعمل محاولة. وحضرتك من وين من مصر؟ ما سألتك. من دار السلام. من دار السلام؟ وين بتصير دار السلام؟ في تبع الجيزة. تبع الجيزة. يا ستي نحن بنعمل اللي بنقدر عليه. ايوه بالظبط. مش هيك؟ بالظبط. والبقية لله. على ربنا. هو لذلك نحن وجهنا الدعوة إلى سماح. خلينا نشوف سوا كيف تلقت الدعوة. اهلا استاذ جورج، احنا النهارده رايحين دار السلام عشان نسلم دعوه الحضور لسماح حسن.
مساء الخير. حضرتك استاذه سماح حسن؟ ايوه حضرتك. عندك 38 سنه وعندك 3 اولاد صح؟ ايوه حضرتك. مين حضرتك؟ انا اسماء من برنامج جورج كداح، جايه اوصل لحضرتك دعوه لحضور البرنامج. برنامج ايه ده حضرتك؟ هو برنامج جديد لاستاذ جورج، بس مش هقدر اقول لك على اي تفاصيل دلوقتي لان فكره البرنامج بتعتمد على المفاجاه. ماشي. طب امتى البرنامج او كده؟ هو فريق الاعداد هيكلم حضرتك وينسق معاكي على كل حاجه. خلاص ماشي. قبلتي الدعوه؟ قبلت الدعوه. استاذ جورج، استاذه سماح قبلت الدعوه وجايه ان شاء الله. مع السلامه. مع الف سلامه. وصلت الدعوة لسماح، وسماح وصلت على استوديو. سماح موجودة بالخارج. إذا القصة وما فيها باختصار شديد إنه صالحة أختها طلبت إنه تجي على استوديو، تجي على المسامح كريم حتى تطلب السماح من أختها وتصالحها. صالحة وسماح تصوروا بقى، بتصور إنه لازم تنتهي القصة هيك على خير. إلهم 8 سنوات ما بيحكوا مع بعض. حبت صالحة بعد محاولات كتيرة، حبت اليوم تجي حتى تطلب الاعتذار من أختها، لأنه الخلاف وقع بعد ما توفت والد صالحة، وصالحة كانت عايشة مع والدتها. صالحة وضعت يدها على مجوهرات أمها وعلى كل حاجات أمها. زعلت أختها اللي مش موجودة معاهم، كانت متزوجة سماح، زعلت وصار في قطيعة عمرها 8 سنوات. رح نشوف شو وجهة نظر سماح الآن. تفضلي يا ست سماح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ست سماح. اهلا، تفضلي يا عيوني. اهلا وسهلا فيكي، شرفتينا. اهلا بحضرتك. شكرا على قبولك الدعوه. ربنا يخليك يا رب. ويعني هذا دليل ثقه ودليل محبه. شكرا جزيلا. ربنا يخليك. وانت اسمك سماح؟ ها؟ بتعرفي البرنامج اسمه ايه؟ لا والله ما بتعرفي؟ اسمه المسامح كريم. سماح والمسامح كريم. ربنا. اهلا وسهلا فيك. اهلا بحضرتك. سماح، شو عندك اولاد ما شاء الله؟ معايا محمود وندى وملك. قديش عمره محمود؟ 21. ما شاء الله. جوزتيه؟ لا لسه. لسه. شو بيعمل؟ بيشتغل. بيشتغل. درس بالجامعة وتخرج؟ لا ولا خلص دبلوم بس. خلص دبلوم. شو بيشتغل؟ أمن في شركة. أمن بشركة. والبنات؟ لا، في بنتي صغيرة 7 سنين والثانية 17 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. عندك إخوان أخوات؟ شو عندك؟ ليا أخت. بس أخت وحيدة؟ ما عندكش إخوان؟ لا أخت. ما في ذكور يعني. يا ستي، يمكن انت عم تتساءلي شو السبب حتى دعوناك الى هالبرنامج، مش هيك؟ ما شاء الله عليك يا ابتسامتك، يعني جاي ابتسامه رضا هيدي. ربنا يخليك. الحقيقه انا وسيط خير، يعني انا في ناس بيجوا لعندي بيقولوا بدنا تدعي لنا فلان على هالبرنامج، لانه يمكن يكون في مشكل بينهم وبينه، يمكن بدهم يشوفوه، يمكن يكون في دين، يمكن بقى نحن بنخلي لك اياها مفاجاه. بتحبي تعرفي مين دعاكي؟ طبعا. يا ريت تطلعي بهالشاشه. شفتيها كويس؟ عرفتي مين؟ شو اسمها؟ بعدك ذاكري اسم، فاكرة اسمها؟ سماح، أنا بعتذر، يعني مش قصدي لا ألمك ولا إنه هيك تتعذبي. وأنت جيتي مكرمة على استوديو وبتطلعي مكرمة إن شاء الله. هيدي أختك صالحة. صالحة تسأليني ايه السبب انه طلبت تشوفك. صالحة إلها 8 سنوات عايشة بحسرة انه اختها الوحيدة مش عم بتشوفها. حصل الوالدة الله يرحمها توفت، اتهمتيها انه اخذت الاغراض والمجوهرات ومش عارف ايش، بس يعني انا سمعت الخبر، سمعت الرواية، ممكن تعطيها اسباب تخفيفية سماح، لانه كانت تصرف على امها للادويه للعلاج، بقى باعت المجوهرات حتى قبل ما تتوفى الوالده. المهم مش هودي النقطه. النقطه انتم اخوات 2، ما فيش غيركم بالدنيا، ما فيش غيركم بالدنيا. بدكم تضلوا زعلانين ومقاطعين بعض حتى النهايه، حتى الموت. بعثت لك رساله صالحه،
رح بقرا لك اياها. اختي الغاليه سماح، فلوس الدنيا كلها ما تساويش لو انت مش موجوده جنبي، يلي طول عمرك واقفه جنبي. انا رح بحكي الجيم. طمع وحش، وانا طمعت واخذت حقك ودفعت الثمن غالي. يوم ما احتجتك وما لقيتكش، عرفت انك اغلى عندي من ذهب الدنيا، وندمت على اللي عملته معاك، وندمت على اني قدرت ابعد عنك وتعلمت الدرس. وعشان كده انا جاي اعتذر لك قدام الناس كلها النهارده، وابوس راسك واقول لك حقك عليا، انا غلطانه. ولو على الفلوس حقك محفوظ وتاخديه وقت ما تجي، وقت ما تحبي. بس المهم خلينا نرجع تاني اخوات وحبايب، عشان انت وحشاني قوي، وانا مش قادره اعيش بعيد عنك. وحشاني قوي. سموحه يا ام قلب ابيض، انا اسفه، بطلب منك تسامحيني، والمسامح كريم. ردي عليها بشي، قولي كلمه. ظلمتني مش ها؟ هي ظلمتني كتير. كتير. انا معك، ونحن كلنا شاهدين انه هي ظلمتك، والناس كلها صارت عارفه انه هي ظلمتك. اكثر وحده عارفه انه ظلمتك هي، لانه هي قالت لك انا سامحيني، انا غلطت بحقك، بس خلاص الى متى؟ الى متى؟ انت محرومه تشوفي ابنها او بنتها، عندها بنت، وهي محرومه تشوف ابنك وبناتك، ومحرومين تشوفوا بعض، والحياه ماشيه، وانتوا والحياه جارفتكم، انت من ميل وهي من ميل. كل المشكله بنعرفها، ومآخذك عليها بنعرفها. اذا بتحبي تسمعينا تكرريها قوليها. ظلمتك ازاي؟ يا استاذ، انا دلوقتي قبل ما والدتي تتوفى هي راحت تبيع ذهب وانا كنت معاها. نعم. وجيت قلت لها، وجيت تاني يوم رحت اشتريت لها الذهب ووديته لها، قلت لها لما تبقى معاكي فلوس بعته لي، هاتي الفلوس. نعم. وما والدتي توفت خدت الذهب كله. نعم. انا طلبت حقي، المفروض هي من غير ما نطلبه هي تدهوني، مش انا اللي اقول لها عليه. تظلمني. لا، هي هلا اليوم مش ناكره، هي لا تنكر هذا الامر، هي ما نكرتش. بقى خليها تحكي. يا صالحه، بدك تعلي صوتك شوي، وانت قصدتينا وجيتي لهون، هيدي فرصه، وهي دي اختك اجت، جبناها على الاستوديو وموجوده، سماح موجوده معنا. انت فرصتك الان تقنعيها انه تصالحك، قولي لها اللي عايزه تقوليه. تفضلي. انا بقول لها ما تزعليش مني سمعتيها؟ وسامحيني، وما فيش اي زعل، يعني ما تزعليش مني يعني. سماح، طلعي فيها شويه، طلعي فيها شويه على الشاشه، طلعي على الشاشه شويه. يعني مش الدهب هو اللي يخلينا نبقى زعلانين يعني. بعدين انت سامعه المثل بيقول ايه؟ لكل امرئ من اسمه نصيب. انت شو اسمك؟ نعم؟ سماح. طيب صالحه، يعني طريت شوي، احكي لك كلمتين. انا بقول لها انا مش عايزاها تزعل للدرجه، يعني مش معقوله ان هنيجي لحد هنا برضه وهنبقى برضه زعلانين، يعني اقابلها هنا واجي لك وبرضه هيبقى في زعل، مش معقوله. يعني انت ما بتقفلش البرنامج، مش ممكن تقفل البرنامج ان نكون لسه. قلبي هيقف. قلبك هيوقف؟ قلبك هيوقف؟ شدي حيلك شوي، شدي حيلك شوي، خلاص وصلتوا، يعني هلا حترتاحوا ان شاء الله. بتقول قلبها حيوقف يا صالحه. طيب خلينا، انا شايفك انك سمحتي، وانا شايفك انك انت مشتاقتي لها اكثر ما هي مشتاقت لك، وانا شايف انت ناطره انه نفتح هذا الستار باسرع وقت، ولا لا؟
مسامح كريم، قوليها. مسامح كريم. مسامح كريم. تفضل تعال على الوسط هنا، تعالي انت هنا. شكرا على المسامح كريم، الله يوفقكم. هلا بتروحوا سوا وسلموا على الاهل وعلى الاولاد وبنشوفكم على خير. يلا مع السلامه، تفضل. بنقول دائما الحمد لله انه تمت على ما يرام، حصل الصلح. بقى ننتقل الى حلقه جديده والى قصه جديده من المسامح كريم.